أسعد الله مساءكم بكل الخير. محمود الضلالي. مين محمود؟ معرفش، هو اسمه خلاص. ليه ضلالي؟ القصة وما فيها إن أبوه الله يرحمه قرر إن هو يبني عمارة، وراح للدولة وقال لها أنا عايز أبني عمارة. الدولة قالت له يا أبو محمود، هو حضرتك هتأجرها ولا هتبيعها ولا هتسكن فيها أنت وعيالك؟ قال لهم قالوا له استنى قبل ما تجاوب، لو أجرتها هنديك حديد وأسمنت، هنديك 40-50% من الحاجة اللي انت هتبني بيها عمارتك بلوشي، دعم من الدولة هتمسي عليك عشان خاطر تحل وتساعدها في حل مشكلة أزمة السكن. أبو محمود قعد يفكر وقرر إنه يقول أنا هبنيها وأتملك. وقف هنا في اللحظة دي والموضوع لعب في دماغه، وقرر يقول للدولة والله حلوة الصفقة دي، أنا هأجر. فالدولة قالت له اتفضل يا أبو محمود. فأبو محمود بنى العمارة، وقبل ما يسلم الناس مفاتيح الشقق قال لهم لا اسمعوا بقى، ده القانون بيقول إن انتوا هتفضلوا قاعدين في الشقق دي، والشقق دي بتاعتكوا ليكوا ولولادكوا ولأحفادكوا مدى التاريخ. فأنا صرفت فيها كتير وتعبت عليها قوي، أنا عايز خلو. الخلو ده هو الشيء اللي انا هحقق بيه بعض الارباح من استثماري. اسمعوا، لو عوزتوا اي حاجه انا معاكم على طول، العماره هتبقى زي الفل وزي القشطه، والاسانسير هيفضل شغال، والسلم هيبقى جميل، والبواب هياخد فلوسه، وكل حاجه هتبقى حلوه. احنا مع بعضينا، احنا هنبقى اسره واحده. فالناس ادت الراجل الى 20% ولا 25% من حق الوحده تاني، غير اللي هو خده من لهفه من الدوله. والراجل عاش هو والناس دي مبسوطين خالص مع بعض. الراجل مات ابو محمود، ومحمود دلوقتي هو اللي موجود، محمود الضلالي. اه، ليه ضلالي؟ جه يقول انا عايز الشقق. يا محمود، ابوك خد فلوس من البلد وخد فلوس مننا، ما حصلش يا محمود، دفعنا خلوات والله. اثبت ما حصلش، فتشني فتش. يا محمود يا ضلالي، ده مصر كلها عارفة ان احنا دفعنا خلوات يا محمود، عيب عليك يا محمود، وبتقول علينا احنا اللي سحتجية. بس يا ضلالي، تصبحوا على خير.